مشروب جميل جدا بيدفي وينفع مع الشتاء والايام البرد اللي احنا فيها دي. عايزكم كده تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. المشروب هنعمل هوت اوريو يا جماعه. الهوت اوريو طبعا بيبقى ليه كذا طريقه وكل واحد ليه طريقته، بس هو طبعا الغالبيه من الناس بتحب تاكله مشدود، يعني القوام بتاعه تقيل زي السحلب كده. فاحنا هنعمله المشروب ده بيدفي في الشتاء جامد قوي وكويس قوي، من مشروبات الشتاء الجميله. طبعا في منه ساقع وسخن، هنعمل سخن النهارده. هتبقى المكونات بتاعتنا بسكويت اوريو مجروش زي ما احنا شايفين كده، تمام، واللبن والسحلب والسكر طبعا والشوكولاته باودر. وممكن نعمل الشوكولاته بدل الشوكولاته الباودر ممكن يبقى صوص شوكليت، او لو حد ما عندوش شوكليت باودر ولا صوص شوكولاته طبعا هنشوف الكلام ده جوه الفيديو دلوقتي. يعملوا مثلا ممكن يحطوا شوكولاته عاديه، ممكن يحطها ويسخن فيها، هتسيح جوه السحلب اللي هنعمله دلوقتي. هتبقى سحلب شوكولاته مع ايه، مع الاوريو اللي هو الاوريو عشان يشد معانا. يلا بقى نبدا نعمل الهوت اوريو بتاعنا الجميل. هنحط السكر بتاعنا طبعا حسب الرغبه. هنحط طبعا حوالي 3 معالق سحلب. وطبعا احنا بنحط السحلب يا جماعه علشان السحلب هو اللي بيشد المشروب. طبعا انا عايز اوصل لكم المعلومه دي معلومه مهمه قوي. هو السحلب اللي بيخلي المشروب يشد، تمام. لو حد عنده حاجه ثانيه ممكن تخلي المشروب يشد ممكن يحطها عادي مفيش مشكله، تمام. ونحط مثلا معلقه كده شوكولاته باودر شويه اهم. وممكن برضه عشان اوري لحضراتكم برضه اللي مثلا ما عندوش شوكولاته باودر وعنده شوكولاته صوص، اوكي ممكن يحط صوص زي كده مثلا. انا هحط شويه صوص اهوت عشان برضه الايه حضراتكم تبقوا عارفين الدنيا تبقى ماشيه ازاي، تمام. هنحط مقدار اللبن بتاعنا. وبعد كده هنغلي المشروب على الستيم. طبعا احنا عندنا مكنه ستيم هنا، اللي عنده بقى في البيت وكده ممكن يغليه على البوتاجاز او على النار عادي جدا، يعني اي نار ممكن تغلي بيها. فاحنا هنغلي على الستيم ده عشان برضه حضراتكم تكونوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. بسم الله. كده المشروب شد يا جماعه. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم معلومه بالنسبه اللي بيعمل المشروب السحلب او المشروب ده على النار، لازم يكون مع استمرار التقليب. ما ينفعش ان هو يسيبه على النار، لازم يكون مع استمرار التقليب علشان ما يكلكعش منه. وممكن برضو نزين يعني الناس اللي بقى في الكافيهات وكده وحابب يزين المشروب او يزين الكوبايه بتاعته، ممكن يزينها باي شكل ايا كان، فده نوع من انواع التزيين. ممكن نزين برضو جوه، تمام. وبعدين نبدا ننزل بقى بايه. هناخد برضو، خليكم معايا في النقطه دي لان النقطه دي مهمه. هناخد بقى الايه البسكوت المجروش اهو يا جماعه. هننزل بيه كده بمعلقه كده، تمام. وممكن مثلا نضيف مكسرات، يعني الناس اللي هي حابه تحط اي حاجه اوكي، حابب تحط اي حاجه ثانيه معاه ممكن تحط فواكه، يعني في ناس بتحط فواكه. احنا ممكن نعمل الموضوع الفواكه ده في فيديو ثاني لوحده، في مشروب ثاني لوحده. وبعدين ننزل بطبقه من المشروب، وبعدين نعمل ايه، ننزل ببسكوت ثاني طبقات. البسكوت مجروش يا جماعه. البسكوت في ناس بتحط البسكوت ده في الغليان، في الغليان مش هيبان، يعني البسكوت ده مش هيبان في الغليان. انا عايزه يبقى مجروش كده، نعمل منه طبقات كده بالمنظر ده. وطبعا ممكن نحط برده ايه واحده مكسرات تاني كده. وممكن نحط طعم لو حد عنده اي طعم تاني اوكي. ممكن نحط طعم شوكولاته اهو، ماشي. ممكن نعمل الطبقه دي شوكولاته، تمام. ونحط طبقه تانيه من المشروب، تمام. ممكن نحط في الطبقه دي صوص كراميل، طبعا صوص الكراميل بيدي طعم كده حلو مع الشوكولاته، طعم جميل جدا الناس اللي بتحب صوص الكراميل. اتفضل الشويه دول نجرنش في الاخر. مع شويه مكسرات. انا عايز اقول لكم ان المشروب ده طعمه جميل جدا، هيعجبكم قوي، حاجه زي الفل. جربوه هيعجبكم قوي. ويلا بينا نشترك في القناه واستنوا المشاريب اللي جايه ان شاء الله هتعجبكم، حاجات جديده جدا وحصريه ان شاء الله باذن الله. يلا بينا، السلام عليكم.